السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي في الغواية، أحلى وأجدع مسا عليكم يا رجالة. الناس تشترك في القناة وفعل الجرس كده. أنا عارف إن أنا متأخر في الفيديوهات، والله ضغط شغل وعارفين دخلة العيد والكلام دوت. بقالي كتير ما بطلعش الغية. طلعت الغية، حمام كتير ميت، حمام كتير اتروش. طبعا جاي بص هفتح لكم مصطبة دلوقتي. تعال كده الشعبات اللي احنا كنا مسايبينها يا جدعان، زي ما انتم شايفين اهو. زغاليل بتصاصي اهو، بص عامل ازاي الزغلول تروش اهو اهو، مسود اهو اللي كان سايب اهو. ادي الشبابات اهي، والباقيين مات، والباقيين مات طبعا. طيب ده اهمال مع تألف في الجو مش مظبوط الكلام ده كله. طيب هل الروشه دي ليها علاج؟ لا ملهاش علاج. طب هل هم دول الزغاليل الشبابات؟ لا. تعالى كده بص، في شابين هم منهم سلام هم ما فيهمش اي حاجه، زغلولين لسه بيصاصوا اخوات دول. طب اشمعنى ده اتروش واشمعنى ده ما اتروش؟ وركز في النقطه دي. انا عندي 100 واحده الفيروس ده دخل عدم لي الدنيا، خرب لي الدنيا. في حمام نجي وحمام ما نجيش. طب هم كلهم في غايه واحده، كلهم كلفتهم واحده، كلهم الايد اللي بتربيهم واحده. طب المشكله في ايه؟ المشكله في المناعه. يعني ايه المشكله في المناعه؟ انت المناعه بتاعتك عاليه، انا المناعه بتاعتي واطيه. طيب انا دلوقتي فرد الحمام ده تعب معايا، عايز ارفع المناعه بتاعته، عايز ارفع المناعه بتاعته. ركزوا معايا كده يا جدعان. الامنو لايت زي ما انتم شايفين ده رافع مناعه اهو، مكتوب عليه محفز للمناعه. ده سعره 51 جنيه من الصيدليه، 51 جنيه. ده بتقدمه للحمام كله، العيان واللي مش عيان، يرفع المناعه. ما ينفعش يبقى عيان وتقوم انت هوب مديله مضاد حيوي او داخل معاه في حوار علاج او الكلام ده، وتقوم موقعه منك خالص وتقوم مموته. طبعا انا بالنسبه لي الحمام يموت يموت، انا مش فارق لي. انا بتكلم على الناس اللي يعني ممكن يكون الحمام عزيز عليها، الحمام غالي عليها، الكلام ده كله في الاول والاخر دي روح واحنا مسؤولين عنها. وانا ما بقصرش مع الحمام يا جدعان، ما بقصرش. الاسبوسيت اتكلمنا عنه في فيديو، عملنا له فيديوهات مخصوصه. سيلان في الدم، وانا لو مش صايم النهارده كنت كلته قدامكم. 35 جنيه. طيب ده بتديهوله ينشط الدوره الدمويه معاه، تديله 3 حبايات لمده 3 ايام وشكرا على كده. طيب ما عنديش امكانيه اجيب الامنولايت وغالي، اجيب عسل اسود زي ما انتم شايفين كده، واستخدم منه معلقه على رتل الميه واسقي الحمام. معلقه من العسل الاسود اهو على رتل الميه واسقي الحمام. العسل الاسود رافع للمناعه ومنشط للدوره الدمويه. طيب انا بنشط وبرفع مناعه. اهم حاجه بقى يا رجاله، ده ب 10 جنيه، تجيبه ب 7 جنيه، تجيبه ب 3 جنيه، تجيبه ب 5 جنيه، عشان ما حدش يقول لي انت بتعمل اي خل ابيض. ولو خل تفاح يبقى برضه 100 100 ومفيش اي مشكله. طيب اعمل ايه؟ ده غسول كلوي. يعني ايه غسول؟ يعني انا اديت ادويه، اديت مش عارفه ايه، اديت خلاص فرد الحمام من جوه بقى مبقع. انا عايز اغسل له كل ده، انضف له كل ده، لان خلي بالكم الحمام اللي بيتعالج بيقع منك. يعني بعد ما بيخف بتبقى نسبته 70 او قوته او كفاءته 70%. في نشه مش هتلاقيه زي اللي ما خدش علاج، في زقه او في فرخه مش هتلاقيه، في الحصى لما يجي يطلع لك انتاج مش هتلاقيه زي اللي ما خدش علاج. الحصى بتاعه معيوب، الزغاليل اللي طالعه منه معيوبه، نشه معيوب. كتر العلاجات بيدمر، كتر العلاجات بيدمر. انما مفيش حد ما شافش الخل، مفيش حد ما عندهوش خل. قطع على رتل ميه، ادي على جردل كبير كده 3 4 معالق خل تفاح ميديا فل 14. مفيش امكانيه او مش عارف او خلص، يبقى الخل الابيض. وبعد كده الخل بيغسل وبيقتل كل الفيروسات وكل الميكروبات اللي في البطن. طب اعمل الخل ده قد ايه؟ لو في فيروس ومرض والكلام ده منتشر عندك في الغيه،
ادي الكورس ده 3 ايام 4 ايام ورا بعض، خلي 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 خلي. اجي بعد كده خلاص الدنيا حلوت ومفيش اي حاجه، مفيش اي مشكله. اجي يوم خميس انا قاعد فاضي، اقوم جايب ب5 جنيه عسل على 10 رتل ميه، واقوم راميهم 5 جنيه مش قصه، 5 جنيه مش قصه. اقلب واسقي الحمام كله. العسل حلو ومفيد ومش هيضر، والعسل يعتبر مش علاج. يوم جمعه بعديها ايه، رحت جاي مثلا في وسط الاسبوع، في وسط الاسبوع وانا بمسق، رحت رامي غطيين خل. الكلور برضه سمعت ان هو برضه مفيد جدا وبيقتل الفيروسات والميكروبات اللي في الميه. فانا نشتغل طبيعي، نأمن ونحافظ. تقلبات الجو والكلام ده كله بيأثر. الروشه لها علاج، الروشه ملهاش علاج. احنا بنجتهد. الفرد عنده فيروس هياخد زي البرد كده ما بيجي للبني ادم وقته وبيروح. في اللي بيتعالج ويبقى 100 فل و14، وفي اللي خلاص ما بتجيش معاه وبيموت منك وبيقع منك. بتاكله لو هو ما بياكلش، اديله رافع مناعه، اديله اسبوسيت منشط للدوره الدمويه، حط له عسل، حط له خل، اغسل له الجهاز المعوي كله، اغسل له بطن غسول كلوي كامل. مفيش اي ادنى مشكله. واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه وركز في كلمه اهم حاجه ديت، لازم تبدر الحمام، تحمي الحمام باي حاجه تقتل الحشرات. اوكتوموسرين او بيوتكس، انا بشتغل بده بشري وبشتغل بده بيطري، بجيبه من الصيدليه البيطريه، بيجيبوا معايا نتيجه. المهم ان انا اقتل الحشره، عشان الحشرات هي اكتر حاجه. هتيجي تقول لي اعزل المصاب، عزلت المصاب في مكان لوحده. الحشره توصل لمكان الحمام المصاب وتقرص وتمص دم، وتيجي تروح على مكان الحمام السليم تقرص وتنقل المرض وتمص دم. يبقى احنا لازم نركز في النقطه دي. انا طلعت عملت لك فيديو سريع لطيف خفيف، يا رب تكون انت استفدت منه. احلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.